كنت عايز أقول كلمتين بخصوص الموضوع بتاع السمك في بورسعيد. بقى له أسبوع كده الدنيا مقلوبة بسبب السمك. طبعًا إسلام نجيب الله يبارك له عمل طفرة في سوق السمك في بورسعيد، وضرب الأسعار بشكل قوي جدًا، وانقسم الناس في بورسعيد لنُص مؤيد لإسلام ونُص معارض لإسلام. النُص المؤيد طبعًا شايف إن إسلام بيبيع السمك بسعر رخيص جدًا، وإن هو كشف وفضح التجار الحرامية اللي بيكسبوا أضعاف مضاعفة من المواطن الغلبان. طبعًا كتّر خيره فعلًا على إن هو رخّص الأسعار، وده عامل أزمة كبيرة للنُص التاني من الناس اللي هم تُجّار الأسماك، اللي شافوا إن سوقهم وقف وحالهم وقف بسبب إن إسلام بيبيع بأسعار رخيصة. رأيي المتواضع في الموضوع ده يعني إن إسلام عمل السهل الممتنع. إسلام بيجيب كميات كبيرة جدًا من السمك، ما فيش تاجر واحد يقدر يجيبها لوحده. يعني المشتريات بتاعة إسلام من تُجّار الجملة أو من المزارع بما يعادل مثلًا 10 أو 20 تاجر سمك، ممكن يجيب مثلًا 1000 كيلو. لو كسب في الكيلو 5 جنيه بيبقى بالنسبة للمواطن ادّاه له بسعر فعلًا حنين جدًا، بس هو كسب 5000 جنيه في ال1000 كيلو. السمّاك القطّاعي أو بياع القطّاعي لمّا بيروح بيجيب له 100 كيلو. لو حط 5 جنيه هامش ربح زي ما إسلام بيقول له اكسب قليل، هيكسب في آخر اليوم 500 جنيه. طلّع منهم تلج، عمالة، مشال أو نقل، في الآخر هيتصفصف له على 200 جنيه. بالنسبة لتاجر السمك ده رقم قليل، فبالتالي تاجر السمك بيضطر إن هو يحط هامش ربح 20 جنيه في الكيلو، 30 جنيه في الكيلو، بحيث لو باع 100 كيلو يبقى طلع له مبلغ معقول. المُعضلة فعلًا إن ما فيش تاجر هيقدر يبيع الكمية الكبيرة اللي إسلام بيبيعها دي، فبالتالي بيضطر يعلّي هامش الربح بتاعه. إنما باختصار ممكن تاجر يجيب كمية بسيطة ويحط هامش ربح بسيط، مش لازم 5 جنيه ومش لازم 40 جنيه في الكيلو، يوسطن الأمور. اللي عامل الضغط عند إسلام إن هو بيبيع بسعر ضارب بيه السوق فعلًا، لإن هو جايب كمية كبيرة، والكمية الكبيرة أصلًا جايبها بسعر جملة الجملة. لمّا هيروح واحد ياخد من تاجر الجملة 1000 كيلو، أكيد هيدّي له بسعر أفضل من واحد تاني رايح ياخد منه 100 كيلو. فهو وفّر في الحالتين، وفّر في سعر الشرا إن هو اشترى بسعر قليل، ووفّر لمّا باع كمية كبيرة بهامش ربح قليل كسب كتير. إن هو يطلب من البياعين القطاعي إن هم يبيعوا بنفس سعره، ده تقريبًا شبه مستحيل. ما فيش تاجر قطاعي هيبيع 100 كيلو وهيكسب في الكيلو 5 جنيه. بس هي دي الفكرة. الموضوع عشان يتقنن وعشان يبقى صح، لازم كلنا نوحّد أسعارنا، بس كلنا يبقى عندنا نفس الضغط من الزبون. ما ينفعش يبقى واحد زي إسلام عنده كل يوم 2000 و3000 زبون، وواحد بياع تاني بييجي له في اليوم 10، 15 زبون، وتقول لده بيع بنفس سعر ده. الكلام مش منطقي. فإزاي حلّها، إزاي تتضبط، دي المفروض بقى حد من إدارة سوق السمك الكبيرة، أو ما أعرفش بيسموها بورصة الأسماك والّا أيًا كانت، لازم يقعدوا ويحطّوا قوانين للعملية دي. ما ينفعش واحد هو بيقول أنا مش باحتكر السوق، بس هو بيسحب كمية لو اتقسّمت على 10، 20 بياع كلّهم هيبيعوا كلّهم هيكسبوا. الراجل كتّر خيره رخّص السلع، وفعلًا بياعين كتير نزّلت الأسعار عشان بس تقدر تبيع جنب منّه. بس الوضع ده ما ينفعش يستمر كده للأسف.